اخواتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم كالعاده في احسن الاحوال. اعطونا اللايكات والبارطاج ديالكم، حاولوا انكم تدعموا هذه القناه المتواضعه، لان كنحاولوا ما امكن نوصلوا لكم بعض المعلومات اللي كتنور الراي ديالكم، وما كيبقاش عندكم هذاك التلخبط، ما كتبقاوش تالفين واحد شي كيقول شي تيشرق شي تيغرب. وان كان الذين يغربون ويشرقون كل واحد وعنده الحكم بين يديه. اي واحد كنشوف انه كاين قنوات عندهم الحكم كيفاش خارج، كيقراو عندنا وكيحطوا علينا هكذايا مسكرين، ورغم ذلك تيمرروا مغالطات. ومن المغالطات اللي كتمرر سبحان الله العظيم على انه لا هي غير غرر بها وصافي وكأن الامر انتهى. هذا الشيء هذا ديال الفرق ما بين التغرير بقصر، الفرق ما بين الاغتصاب، العقوبات ديالهم، الفصول كيفاش كتنص، غادي نناقشوا في هذا الموضوع هذا باش يتحيد لكم اي لبس باذن الله عز وجل. انا غنفصل اليوم، وكنتمنى على ان الفيديو تفهموه، غير تبعوا معايا بشويه بشويه، راه غيبان لكم بان الامور هي سلسه وسهله وواضحه بزاف، وغنحاول ما امكن نمشي بالخشبه باش كل شيء يفهم. قبل ذلك واحد التعليق اللي ما عجبنيش انا بزاف تماما، دير واحد السيده اللي قالت في التعليق ديالها ان البنات ديال هذا الوقت هذا ولاو جنيات، وهاد البنت هذه اللي جايه كتهم هاد السيد هم يوسف بالاغتصاب، قالت لك بان هي غير تهمته هكاك، لان هي قبل كانت كتمشي مع شي دراري وكانت كطير وكانت كتفعل وكانت كتترك. هذه مراه شوفوا كيفاش كتهضر، هذه اش خلات الرجال ما يقولوا. هاد السيده الفضيله كنبغي نجاوبك اختي الكريمه، وكيعصبوني بحال هاد التعاليق هادو ما كيبقاش فيهم هذا الراي والراي الاخر، هذا كيبقى بانه استفزاز لمشاعر ديال القاصره، استفزاز للمشاعر ديال النساء اللي تعرضوا للاغتصاب. تعرضنا للاغتصاب غير ما مره. نقول لك اختي الكريمه، شتي ديك البنت اللي كتبيع الجسد ديالها كتلقايها في الطروطوارات وكتمشي بالفلوس وتمتهن اقدم مهنه في التاريخ وهي البغاء، حاشاكم واعزكم الله. هذيك السيده هذيك اللي كتمارس ربما في الليله، شوفي مع من شحال من واحد، الا مشى شي واحد شدها بالقوه وداها بالقوه ومارس عليها الفاحشه، راه يتابع بجريمه الاغتصاب. الحاجه واش انا غنمشي للقاضي غيقول لها لا انت شحال مشيتي مع شي واحد وفايته عندك تهم ديال الفساد ودخلتي دوزتي على الحبس، وانت كتمشي كتبيعي اللحم ديالك؟ لا، خلينا اللي اغتصبك راه خاصنا نخرجوه. افيقي معنا لا فيقي. راه في الحقيقه بحال راه اش كنقول لكم، راه بعض المرات كتلقى عدو المراه هو المرأة. ديما تنقولها، راه بعض الأحيان راه ماشي عدو المرأة هو الرجل، كتلقى المرأة هي عدو المرأة، هي كتبغي تقوقع راسها، هي كتبغي تبقى عايشة تحت ديك العبودية وتحت ديك المجتمع الذكوري. أما اللي بغينا ندخلوا للانتقاد والمسائل وما إلى ذلك فيما يتعلق بهذه الأسرة ككل، أنا كنحمل المسؤولية الراجل بصفة عامة، هو اللي يتحمل المسؤولية الكبرى. وراكم عارفين في الطرح ديالي في اتجاه المرأة والنساء ما كنبغيش ندخل في هذيك التفاصيل. الام ماشي الزوجه الثانيه البنت قاصر شغلهم هذوك عيالات يدبروا راسهم بيناتهم، كاين قنوات تيفصلوا كيهضروا عندهم طريقه خاصه ديالهم. انا مادام انني راجل كنهضر في هذه القناه كراجل، كنواجه هذا الراجل هذا الزوج هذا اللي مع كامل الاسف اللي كيتعاطف مع شغله، هذاك اللي ما كيتعاطفش معاه حتى هو رايه الخاص. انا رايي اليوم غنقوله بصراحه، هذا الزوج هذا يفتقد لكل معاني الرجوله. هذا الزوج هذا يطبق عليه مفهوم الديوتي. هذا هو الراي ديالي اليوم، غادي نقولوا اللي حاولت ما امكن نجنبه في غير ما مره. ولكن اليوم هذا السيد هذا طيح هذه الاسره كلها في هذا الوضع البئيس جدا، وضع بئيس تمرر مغالطات. تيك توك محيح فيه الروينه كحله نيضه، لدرجه على انه هذه الواقعه اللي حاصله وهذا الخدش للحياه اللي واقع وهذه المحاكمات جعلت بعض الناس كيتواصلوا معايا وتيقولوا ولينا كنخافوا نخليو بناتنا مع بواتنا، ولينا كنخافوا ان بناتنا يبقوا يعايرونا بهذيك البنت القاصر. انا لا احمل المسؤوليه بتاتا لبنت القاصر، لا احمل هذه الزوجات، لا احمل النساء، احملها له مباشره. هو اللي خاصو يفيق معنا، هو اللي خاصو
يعالج الامور ولا خاصو يربط الا كان شي ما يربط، سينو الوضع راه صافي خارج عن السيطره. والله سبحانه وتعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا السيد هذا غدا امام الله كيفاش غيكون مسؤول الا كان في الدنيا دار عليه شهود هاد الفيديوهات هادو اللي من بعد دوك الدراري الصغار اللي هما دراري عايشين مع الام ديالهم غيديروا 16 سنه 17 سنه وغادي يبقاو يتعايروا النفسيه ديالهم كيفاش دايره. ايضا هاد البنات هادو ربما واحد السن عادي يقدروا يفيقوا مادام انهم باقيين قاصرات، عاد يفيقوا يعرفوا هاد الشيء هذا اللي داير عليهم كيفاش كيمشي كيفاش كيجي. مصيبه ما بعدها مصيبه، والناس ولات كتاخذ غير في الطاقه السلبيه. تيتواصلوا معايا الناس تيقول لي عينه عينه عينه، واخا حنا في الفيديوهات ديالنا ما كنضربوا في حتى شي واحد، ما كنبزوا بالالقاب حتى شي واحد، تنوضحوا مسائل قانونيه، كنجيبوا فصول، كنحاولوا نهضروا عليها، كنحاولوا ننوروا الناس لعلهم يطيحوا في شي مشكل من بعد. ايضا ما كنبغوش ندخلوا ان بعض الناس يغلطوا ويمشيو يضربوا في المؤسسات القضائيه، كيديروا في بالهم بان ربما حكم مخفف. الحكم راه بعض المرات ما كيكونش مخفف، ولكن العقوبه كاينه محدده، ولكن كيبقى الهضره على وسائل الاثبات. اذا اخواني اخواتي ما يجب محاربته اليوم هو هذا الزوج هذا يوقع شي حل يسد عنا دوك القنوات ديالو ولا يمشي يقلب على شي محتوى اخر، لانه الان وصلنا لواحد الشيء خطير على انه كاينين الناس متتبعين اللي كيتبعوهم ولاو كيتعاطفوا معاهم في داك الشيء اللي كيديروا. والان ولا واحد الترويج ديال اننا نطبعوا حتى مع الاغتصاب، نطبعوا مع بنت قصير ديها ولهيتك العرض ديالهم، ما كاين حتى شي حاجه وما كاين حتى شي مشكل، وهي اللي غنحملوها المسؤوليه وهي اللي غنقولوا بانها ضحكت عليه. هذا الشيء هو اللي كيروج. من ناحيه الاسترزاق بالمشكل هذاك الشيء قبل نهضروا عليه، استرزاق بالمشاكل، استرزاق على ظهر العباد، وهذاك السيناريو المحبك وديك السينما. وكنعرفوا انه مع كامل الاسف باقي بعض الناس اللي كيتاثروا بشي حوايج اللي ما خاصش يكون فيهم التاثر. اخواني اخواتي ما غاديش نطول عليكم وغنمشي او غنتكلم على واحد القضيه اللي مهمه بزاف، وهو انه خارجين شي قنوات وتيقراو علينا الحكم وتقول لك لا القضيه فيها التغرير. مع كامل الاسف ما عنديش الحكم قدام يدي. لو شي واحد يدير فينا واحد الخير يعطينا الحكم ونشرحوا لكم بالتفصيل غادي تخرجوا كلكم مقتنعين، ولكن مادام ما عنديش الحكم قدام يدي الوغ كتبقى الاخبار كنجيبها من قنوات وكنحاول نناقشها. اذا البارح سمعت في جوج ديال القنوات، القناه اللي كتقول بان هي ضد البنت القاصر ضد الاخوه والاخوات اللي عندهم هما معلومات خاصه بهم وتانا كنستقي منهم المعلومات، وكنحاول ما امكن على انني نشرحها بواحد الطريقه اللي كتكون قانونيه وكتمشي مع وتتوافق مع روح القانون. اذا هاد الناس اللي يخرجوا لك لا غرر بها الا ما عنده والو. قبل ما غنهضر على غرر بها وما عنده والو نشرحوا بعدا مفهوم الاغتصاب وشنو هي الفصول اللي كتنظموا الاغتصاب. اخواني اخواتي هو من شي واحد قضيه سهله، هو من كيمشي شي واحد تيدي شي وحده تيتكرفس عليها تيهتك العرض ديالها تيغتصبها، هذا هو الاغتصاب بدون الرضا ديالها بدون الموافقه ديالها. هذا الشيء هذا الا كانت هذه السيده هذه ماشي قاصر والذهاب للاغتصاب السجن فهو ما بين 5 سنوات الى 10 سنوات طبقا الفصل 466 ل 486 من القانون الجنائي. اما اذا كانت البنت قاصر فالعقوبه كتمشي من 10 سنوات حتى 20 سنه. هذا الفصل 486 في اطار تعريفه للاغتصاب وما الى ذلك. كنجيو عندنا عاوتاني كنجيو للفصل 484. هذا 484 حتى هو تقريبا شبيه بالفصل 486. واش تيقول حتى هو تيقول لك من 2 الى 5 سنوات الا كان بدون عنف، يعني بدون عنف، غير داها هوايا مشى داها وما مرش على العنف ولكن فعل بما فعل يعاقب من 2 الى 5 سنوات. وكيجي عاوتاني الفصل 485 واش كيقول لك؟ تيقول لك من 5 سنوات الى 10 سنوات اذا كانت بعنف. شوفوا هذه الفصول المتعدده اللي متعلقه غير بالاغتصاب بوحده. داك الشيء علاش القاضي من تيبغي يحكم راه عنده مجموعه ديال الفصول قدامه وزيد عليهم عاوتاني الفصل 487 والفصل
488 اش كيقول لك هذا؟ يقول لك هذا الفاصل 486 والفاصل 484 والفاصل 485 اللي كنخصوا بهم هذه العقوبات هادو، سواء فيما يتعلق بالقاصر في حاله اللي نظمها في الفصل 486 والحالات الاخرى بالنسبه للراشد، راه كيجي وكيفرض ليها واحد الاطار خاص في الفصل 487 والفصل 488. شنو كيقول لك؟ تيقول لك هذه العقوبه الا تعلقت بالقاصر بالعنف وبالطريقه اللي كاينه في الفصول السابقه كتمشي العقوبه حتى ل 30 عام. هذه كتبقى عقوبات. حنا ملي كنسمعوها تنقولوا واش الفصول والعقوبات كاينه بهذه الطريقه هذه؟ علاش الاحكام كتجي مخففه؟ ديما تنقول لكم وناقشها في الفيديوهات السابقه، هذه عقوبات ملي كنجي الوسائل للاثبات باش غادي نثبتها، هنا في كاينه الحريه ديال القاضي مقيده جدا. وهذا الفصل بغيتكم تحفظوه، هو الفصل 493 اللي كيقيد الحريه ديال القاضي اكثر. هذا الشيء هذا فيما يتعلق بالاغتصاب، إذا كان بدون خطر، بدون رضا، فيه العنف، افتداد البكر، وشتوا العقوبات كلها اللي جا بها المشرع المغربي واللي كاينه في القانون الجنائي وقانون المسطره الجنائيه. هذا فيما يتعلق بالاغتصاب. غنجيو لهذوك الصحاب اللي كيبغيو يروجوا مثلا اليوم غير التغرير وكيسهلوها. الناس الله يرضى عليكم، التغرير نظموا المشرع في القانون الجنائي في الفصل 475 هو اللي فيه التغرير بقصر، والعقوبه ديالو كتكون من سنه الى 5 سنوات فقط. هذا التغرير بقصر غير غرر به، ما دار معاه حتى شي حاجه. وهنا تنقول لكم بان كانت واحد العقوبه في مدينه مراكش. من مدينه مراكش مشى واحد هز واحد القصر غير بالموطور، غبرات على والديها، رجعوا عند سميتو والديها، قلبوا مشاو عند البوليس، لقاوه، جابوا شهود بانه مره كتكون معاه في الموطور. مشاو عند القاضي، الخبره الطبيه البنت ما عندها حتى شي حاجه. سول القاضي واش دار معك شي علاقه جنسيه؟ قالت ليه ما دار معايا والو. باسك؟ ما باسنيش. عطاو شهرين ديال الحبس موقوف التنفيذ، ما دار حتى شي حاجه. هذا باش كنقول لكم التكييف ديال القانون كيفاش كيكون من قاضي لقاضي وكل له الاجتهاد ديالو. الناس اللي كيهضروا على تغرير بقصر ما غيدير والو. هنا انا البارح من سمعت عاوتاني في واحد القناه اخرى ديال واحد الصديق بدون ذكر الاسم ديالو، الحكم عنده قدامه تيقول بانه تغرير بقاصر وهتك العرض بعنف. منين كندخل هذيك هاتك عارض بعنف صافي كندخل اوتوماتيكمون في الفصول اللي متعلقه بالاغتصاب. ولكن حنا غنمشيو غير مع دوك الناس اللي قالوا تغرير بقاصر ومشات بالرضا ديالها والخبره الطبيه اكدت على انه مورس عليه الجنس، والاعتراف ديال هذا المتهم هذا اللي هو في الحبس الان كيدوز الحبس اعترف بانه مارس مع الجنس، ما فيها حتى شي حاجه غير غرر بها ومارس معها الجنس بدون العنف. هنا على الاقل عنده العقوبه ما بين سنه حتى ل5 سنوات. في بعض الاحيان يقدر ما يمارسش معها، غير داها جلس معها في الدار. الا بغى القاضي يعطيه من سنه الى 5 سنوات يعطيه من سنه الى 5 سنوات. اذا جينا نمشيو معكم في الطرح ديال هو غير تغرير بقاصر وما دار حتى شي حاجه وهي مشات بالرضا ديالها ومارست معاه، وراه داك الاغتصاب ناتج مثلا على الدراري مشات معاهم من قبل، راه هنايا الحكم ديال عامين راه يعتبر مخفف. علاش ما عطاش 5 سنوات؟ حنا كاع الا بغينا نمشيو ونتكلموا كاع على روح القانون يعطي اقصى عقوبه 5 سنوات. عنده 26 عام، هي عندها 15 عام، يعطي 5 سنوات. اذا عطاه عامين الحبس. اذا كيتماشى مع روح القانون، وخاصه الفصل 475 هو اصلا هذا الفصل 475 اللي تم تعديل الفقره الثانيه ديالو اللي كانت متعلقه بزواج المغتصب من القاصر. يعني الى وصلت لسن الرشد وتزوجات به تلغى العقوبه اللي كانت غتطبق عليه في الاصل. تم الالغاء ديالها الحمد لله، ولا يعاقب مباشره وما بقاتش هذيك لوبسيون كما تنقولوا ديال غتزوج به وغتسقط عليه العقوبه. كنظن بانني كل شيء واضح وباين. راه الحكم انا كيبان لي حكم مزيان طبقا للحكم الابتدائي اللي كان 6 اشهر، في ظل التاويلات اللي كتكون من محكمه الى المحكمه، من قاضي الى قاضي، طبقا لمقتضى الفصل 493 اللي ما كنهضر عليها.
يبقى للقاضي كامل الحريه. وحنايا عندنا ثقه في القضاء ديالنا، عندنا ثقه في العداله ديالنا، لان المغرب يعني في اطار هذا الشيء ديال الاغتصاب والعلاقات الجنسيه والفساد وجريمه الزنا مازال باقي ما وصلش للمستوى، ما نقولش مستوى، ولكن في اطار معالجه القضيه مازال ما كاينش واحد التوافق مثلا مع القانون المصري اللي هو يعني كي تيعطي واحد العقوبه قاسيه في هذا المجال وما كيرحمش. نزيد لكم في القانون المصري عندهم واحد القضيه، دابا كتسمعوا بانهم عندهم قانون يعني في الاغتصاب يشدوه عرفتي تيضربوه، بعض المرات كتوصل العقوبه الاعدام عندهم هما في مصر. وتصوروا على انه في جريمه الاغتصاب عندهم في مصر كاين عندهم واحد الفصل شنو تيقول لك بانه الى هذاك السيد دا شي وحده واغتصبها ما حاشاكم من الدبر ديالها لا يعتبر اغتصاب. تفهموا شي حاجه؟ حنا علاش عندنا هذه الاختلافات من بلد الى بلد في اطار كدول اسلاميه؟ انا ما كنهضرش على الدول الاسلاميه اللي كتدير الشريعه الاسلاميه بحال السودان مثلا، بحال ماليزيا، بحال اندونيسيا، بحال السعوديه، لا كنهضر على الدول اللي الان كتخدم بالقانون الوضعي. راه عندنا اختلافات. علاش؟ لاننا هذه القضيه الاغتصابات والفساد وجنحه الزنا وما الى ذلك هي تستمد من روح الديانه الاسلاميه. داكشي علاش واقع هذا الجدل هذا. نزيد عليكم كاع انا باش تعرفوا بان بعض المرات الامور كتمشي ابعد من ذلك. واش كتذكروا الواقعه ديال مكناس ديال البنت اللي عندها 4 سنوات وجا داك الرجل الستيني وتحسس لها المناطق الحساسه ديالها وتم تصوير ذلك بفيديو، ومشى واحد السيد اللي وثق داك الشيء بالفيديو عطاه الاب ديال ديك البنت الصغيره ومشى ودخلات فيها جمعيه ما تقيش ولدي ومشى للقضاء وكل شيء وتم التبرئه ديالو. هنا كنقول لكم بان اجتهادات قضائيه خاص ان شاء الله كنتمنى على انه يوقع شي تغيير في الفصل 493 باذن الله عز وجل. كنتمنى ان الفيديو يكون وضح لكم كل شيء. تغرير، اغتصاب، العقوبه راه اللي عطوه كتبقى في ظل الاوضاع اللي كاينه، في ظل التكيفات، في ظل هاد التأويلات اللي كتوقع. انا كتبان لي بانها عقوبه مزيانه. فاش غيمشيو النقد لا اظن بان محكمه النقد غطعن في هذا الحكم هذا وغترجعوا زعما الاستئناف باش يمشي لواحد الهيئه اخرى وتعطي احكام اخرى. حتى ان كان الامر تم الطعن في ديالو كونوا على يقين بان العقوبه لن تقل على 2 حبسا نافذه. وكنتمنى القنوات اللي كيروجوا لا تغرير بعض المرات خاص يكون عندنا ضمير، بعض المرات خاصنا نكونوا انسانيين. الا كنت انا غنكون ضد غير باش ندخل تحت يافطه خالف تعرف ونجيب مشاهدات، هذا الشيء هذا ما كيتقبلوش الضمير الانساني. مع كامل الاسف في اوروبا وصلنا لواحد الدرجه بعيده على ان الزوج مع الزوجه اذا ما بغاتش راه ومشى ودار معها بيض رضاها ترقى الى جريمه الاغتصاب. حنا في الدين الاسلامي المشرع المغربي ما يقدرش يوصل لهذا الشيء هذا، لانه عاوتاني روح الديانه الاسلاميه ديالنا وبان المراه خاصها تلبي الرغبه ديال الرجل وما الى ذلك. واخا ان كان في القانون المغربي تيعطيها واحد المخرج اخر في حاله ما الرجل عيق عليها بزاف وهي مابقاتش قادره تقاوم بزاف الرغبات الجنسيه ديالو، انا عطاه واحد المنفذ على انها يعتبر تعسف وتقدر تنهي العلاقه ولكن لا ترقى الى درجه الاغتصاب. هذا فيديو شامل كنتمنى انه يعجبكم. والله يجزيكم بخير. تعاليق زوينه واعطونا لي لايك والبارطاج، ساعدوا هذه القناه على انها تزيد القدام. كان معكم ولد شرمي من مدينه نيس الفرنسيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.